السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج على ضفاف النيل. لا جدال أن التعليم هو أحد مرتكزات الأمن القومي في الدول المتقدمة، فبه يتحدد مستوى الدولة ومكانتها بين دول العالم. ولكن الدراسة التي حاولت رصد واقع جودة التعليم في العالم العربي أعطت للأسف صورة قاتمة عن حال التعليم في الدول العربية. فمن بين 76 دولة شملتها الدراسة، أول دولة عربية جاءت في المركز ال45 وهي الإمارات، واحتلت المغرب المركز الثالث هو 70 أي قرب ذيل القائمة. إذن طبقا للأرقام التعليم في العالم العربي يعاني تدهورا كبيرا في الجودة، هذا من حيث الكيف. أما من حيث الكم فطبقا للإحصاءات أيضا هناك 15% في العالم العربي لا يدخلون المدارس أصلا. تعددت الأسباب حول هذه المشكلة، فمنها غياب الرؤية والفلسفة، المناهج الممتلئة، انخفاض معدلات الإنفاق، تدني كفاءة المعلم ومكافأته أيضا. نبحث اليوم في هذه الأسباب وغيرها مع ضيوفي في الاستوديو. معنا دكتور صلاح هاشم أستاذ التنمية والتخطيط جامعة الفيوم، أهلا بك. أهلا بك. ومعنا أيضا دكتور هالة إبراهيم أستاذ التربية الحديثة جامعة عين شمس، أهلا بك. أهلا وسهلا. دكتور صلاح، هل تتفق مع الدراسات والأرقام التي تشير إلى تدهور التعليم في العالم العربي؟ يعني هل الواقع بهذا السوء فيما يتعلق بقطاع التعليم؟ بالنسبة للتعليم الأساسي على مستوى العالم، جاءت اليمن في ذيل قائمة العالم بالنسبة للتخلف في مستوى التعليم الأساسي وجودة التعليم، ومصر كمان جاءت في مرتبة متأخرة، وموريتانيا إلى ذلك. بالنسبة للتعليم العالي وجودة التعليم العالي، أعتقد أنه كمان احنا لم نحصل على مرتبة متقدمة. يمكن في مستوى 100 جامعة جاءت جامعة القاهرة وجامعة عين شمس، مقارنة بتركيا وحتى إسرائيل المحتلة حصلت على أكثر من جامعات إسرائيلية في مقدمة الجامعات الدولية أو أفضل 500 جامعة في العالم. هل يجوز عندما نتحدث عن هذا الواقع السيء، هل يجوز أن نتحدث عن جميع الدول العربية مجتمعة في هذا الواقع، أم أن لكل دولة لها يعني هناك فروق نوعية ربما ثقافية أيديولوجية أو ظروف تتحكم في المنظومة التعليمية يجب أن تؤخذ في الاعتبار؟ أعتقد الظروف السياسية والاقتصادية لأي دولة والثقافية أيضا تلعب دور كبير جدا. العامل الاقتصادي كبير، حضرتك بتتكلم عن 15% لم يرتاحوا بالتعليم. يعني هل ذلك يختلف من دولة إلى أخرى؟ يختلف لدولة وفقا للمتغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية، دي متغيرات أساسية في مسألة التعليم. كمان العائد الاقتصادي للتعليم، هل التعليم يمثل عبء اقتصادي أم عائد؟ للأسف الشديد جدا معلومة أساسية أن التعليم في الدول العربية يمثل عبء اقتصادي على الدولة وعلى الأسرة، وأن العائد منه ضعيف جدا لا يساوي قيمة التعليم نفسه. طيب دكتور هالة، بداية يعني القائمة تطول بالأسباب لهذا الواقع السيء للمنظومة التعليمية، ولكن إذا أردنا أن نتحدث عن الأسباب الرئيسية لتردي المنظومة التعليمية وضعف حصيلتها التربوية، هو عناصر العملية التعليمية كلها، المعلم والمتعلم اللي هو الطالب والبيئة التعليمية والمناهج، كل دي منظومة تعليمية. أي خلل بيحصل في أي جزء فيها بيحصل خلل في المنظومة التعليمية كلها. طبعا الأسباب، في أسباب كتير جدا، أسباب اقتصادية، أسباب اجتماعية، أسباب سياسية، أسباب إدارية. لو جينا نتكلم مثلا عن الأسباب الاقتصادية هنلاقي إن عدم كفاية النفقات اللي الدولة بتخصصها للمدارس. يعني مثلا مفيش الفلوس مثلا او النفقات مش غير كافيه لبناء المدارس، غير كافيه لتجهيز المعامل العلميه، بالاضافه برضو ولكن يعني في الاحصائيه وفي الدراسات مختلفه، هناك دول نعرف انها تنفق نفقات باهظه على التعليم وجاءت في ذيل القائمه مثل الامارات مثلا. يعني هل القضيه قضيه اموال ام قضيه كيف توجه هذه الاموال؟ طبعا لازم الدوله لازم توفر يعني نفقات كافيه، بالاضافه طريقه توجيهها اللي هي اداره العمليه التعليميه كلها. اذا اسباب اداريه ايضا. نعم. كمان في من ضمن الاسباب برضو العنف ضد الطلاب من جانب المعلمين، يعني عنف المعلمين تجاه الطلاب، ده بيكره الطالب في المدرسه، فبالتالي ان هو بيكره المدرسه وبيكره مروح المدرسه، فبيبقى عايز بعد كده ممكن تحصل مشاكل ثانيه، تسرب من التعليم. نعم.
في اسباب اجتماعيه مهمه جدا. الدكتوره اتكلمت يمكن الدكتوره إضافة اتكلمت على لأسباب اسباب أخرى. العزوف وظاهره التسرب الدراسي، وطبعا انتشرت كبير جدا في الدول العربيه. بس الواقع كمان انه ان هذه احنا بنتكلم عن فشل المنظومه التعليميه بشكل اساسي، احنا بنتكلم عن منظومه، بنتكلم عن سياسات. هذه السياسات للاسف في السنوات الاخيره في الدول العربيه اهتمت بسياسات الكم وليس بسياسات الكيف. هل لدينا تعليما سلطويا؟ يعني هل الحكومات هي تريد عدم النهوض بالتعليم، لا تريد تعليما ناجحا حتى لا تنتج مواطنين ناجحين؟ لا اعتقد ذلك، لا اعتقد ذلك. ان الدول العربيه الحكام بطبيعتها تحتاج الى نهضه هذه الشعوب، تحتاج الى رضا الشعب عن عمليه، لانه نعم. التعليم لابد ان يكون له عائد تنموي. للاسف الشديد جدا زي ما قلت ان التعليم بيمثل انه هدر لموارد الدوله حضرتك ذكرت الاساسيه. العامل السياسي، يعني ما هو العامل السياسي؟ الظروف السياسيه للبلدان لا تقول ان هناك تعليم في اليمن الان، ولا تقول ان التعليم في مصر الان منتظم، ولا في ليبيا هناك تعليم، ولا في سوريا. الاوضاع السياسيه كمان ديكتاتوريه الانظمه الموجوده انها بتفرض انساق تعليميه معينه ولا تاتي بالكفاءات في اماكنها الاساسيه. وكمان اذا الديكتاتوريه للانظمه يكون هناك تطوير في المنظومه التعليميه. سبب اخر برضه سبب اجتماعي، سبب اجتماعي مهم، ان كل اسره لازم تعرف اولادها اهميه التعليم ودور المدرسه، وتترسخ ده في اذهان اولادها منذ الصغر. اذا من التربيه ايضا. طيب دكتور صلاح، يعني طه حسين في كتابه عن التعليم قال ان التعليم هو مستقبل الثقافه. إذا الثقافة هي هدف أساسي من أهداف المنظومة التعليمية. هل ترى أن مناهجنا اليوم هي تخدم هذه الأهداف؟ هل هي تخرج أناس مثقفون يستطيعون أن يتعاملون مع العصر ومتطلباته؟ هو أولا أنه دلوقتي العالم كله يتكلم في الإدارة عن عملية الفيجن اللي هي الرؤية بتاعة التعليم. الرؤية يعني السياسة العامة التي تنتهجها الدول لتحقيق أهداف تعليمية. للأسف أن الدول العربية تفتقد إلى هذه الرؤية، رغم أنهم إلزاميا دلوقتي كل المدارس وكل الأنساق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية موجودة لها رؤية. لكن رؤية التعليم، أنا أعلم الطالب ماذا أريد من التعليم نهاية المطاف، أنا عايزه أوصل بيه لحد فين. لكن للأسف الطريق مجهول، سواء بالنسبة للدولة أو بالنسبة للطلاب أنفسهم. هو يتعلم ولكن لا يدري أين يذهب بعد التعليم. فكرة أنه لديه قدرات، لديه طاقات، لديه مناهج. يعني أنا شايف بس معلوم، أنا شايف أن الدولة تتخذ التعليم وسيلة للقضاء على البطالة المقنعة، هي نوع من البطالة المقنعة وتأجيل مشكلة البطالة لما بعد التخرج. نعم، يعني المناهج يعني لماذا لا يتم تطويرها حتى اليوم؟ يعني لا نجد في المناهج أي معلومات لها علاقة بالواقع. يعني ليس هناك معلومات مثلا عن العولمة، عن الحروب الأهلية، عن الديمقراطية، عن حقوق الإنسان، عن فكرة حتى المواطنة. يعني الدول العربية فيها تعدد ثقافي كثير كل دولة، فيجب أن ندرس حتى فكرة المواطنة. هذا لا يوجد في كمعلومة في للأسف المناهج التعليمية مليانة حشو كتير دون فايدة. يعني ما فيش أي فايدة منه، الطالب مش هيستفاد منه في حاجة. مجرد الطالب يعني حتى لو نلاحظ لماذا لم يتم التطوير؟ هو ده اللي احنا دايما بنطالب بيه، عشان لازم المناهج تكون يعني هناك جهات مختصة طبعا. نعم. مسؤولين كثيره في جميع الدول. لماذا لا يواكب العصر اللي اسمع من دكتور هلا وارجع لحضرتك؟ استاذ امير، انا اسمع من دكتور هلا بس الرد وارجع لحضرتك. لازم المناهج تواكب العصر اللي احنا فيه. لازم المناهج تلبي احتياجات الطالب، لان الطالب اهم عنصر من عناصر العمليه التعليميه. فلازم نراعي قدراته العقليه، لازم نراعي امكانياته وقدراته كلها. ولازم نحاول نزيل اي حشو ملوش اي فايده في المنهج التعليمي. عايز بس اعترض على فكره انه في مفيش تطوير ومفيش تدريس للمعلومات الحديثه، ربط التعليم بالواقع. لا اعتقد ان هذا موجود بشكل اساسي. موجود دلوقتي في ماده حقوق الانسان بتدرس بشكل اجباري على كافه الجامعات، يمكن في كل الجامعات العربيه موجوده. الجامعات وبالنسبه لماده التربيه الوطنيه كانت تدرس منذ القدم وكلنا درسناها، وتدرس المفاهيم الحديثه عن الديمقراطيه. القضيه الحقيقيه في التعليم انه عندنا نسقين للتفكير، اما ان بركز في التعليم على التفكير النقدي او التفكير الابتكاري. للاسف انه بعض الانظمه العربيه السلطويه صاحبه الدكتاتوريه كانت تلغي فكره تطوير التفكير النقدي، انه ممنوع الطالب ينقد، وبالتالي قادت على فكره التفكير النقدي، وهي بتدمر قدرات الطلاب على التفكير النقدي، انه يفكر وانه يشوف. قادت كمان على فكره التفكير الابتكاري، فاصبح عندنا تعليم لا يقوم على فكر، وده اللي قضى على منظومه التعليم في المنطقه العربيه. هذا مقصود؟
اعتقد انه مقصود، لانه تمكين هذه الانظمه الدكتاتوريه في الحكم كان يركز بشكل اساسي على عدم النقد بسبب عدم التفكير، لان انا انتقد اذا انا افكر. هو كان يريد الا يفكر الشعب، والا اذا فكر وتعرف على مواضيع الديمقراطيه وعلى توريث الحكم، هذه المسائل كلها سوف تؤدي الى نوع من الثورات والانتفاضات ضد هؤلاء الحكام. فكانت هذه السياسات تركز على القضاء على فكره التفكير النقدي، وهم بيدمروا التفكير النقدي للاسف. كمان قضوا على قدرات الطلاب فيما يتعلق بالتفكير الابتكاري، فتم تدمير منظومه التعليم. هو في نقطه مهمه جدا محور للمناهج، نقطه مهمه. دايما المناهج بنلاقيها ما بتلبيش احتياجات ومتطلبات سوق العمل، وهي دي المشكله او الازمه اللي بيحصل بعد كده الخريج بيواجهها بعد التخرج. صحيح، يعني مخرجات التعليم طبعا بعيده تماما عن مناحي التنميه. هو ده ليه؟ لان احنا بنهتم بالجانب النظري وبنغفل الجانب التطبيقي. صلاح ان ليس هناك رؤيه من البدايه. طيب دكتور هالة، محور التعليم الحديث هو بالطبع ليس المنهج ولكن هو الطالب، هذا هو المحور. هل تعتقدي أن الطالب يحتاج إلى كل هذا الكم الهائل من المعلومات؟ هل الهدف توصيل المعلومة أم الهدف إثارة الفضول للمعلومة؟ هو للأسف احنا دلوقتي حتى لما نلاحظ الامتحانات بنلاحظ فيها إنها بتقيس مستوى الحفظ، مش مستوى الفهم والإدراك والابتكار. هو أصلا رؤوس الأسئلة تذكر، سمع، احفظ، اكتب ما يملى عليك، كله حفظ ثم انسى، مش كله حفظ، مفيش اي حاجه فيها ابتكار، فهم، ابداع. لان دايما بنلاحظ ان الطالب في العمليه التعليميه مجرد متلقي للمعلومات، المدرس بيلقي له المعلومات وهو قاعد متلقي سلبي، مفيش اي مشاركه في العمليه التعليميه، مفيش اي تفاعل، مفيش اي تفكير ولا ابتكار. فهي دي المشكله اللي احنا بنقع فيها. تمام. دكتور صلاح، اختيار المعلم، هل يتم اختيار المعلم ومتابعه تطويره بشكل فاعل داخل المؤسسه التعليميه؟ طبعا في برامج وموجوده بشكل، طبعا كل الدول العربيه فيها برامج لتدريب التعليم، وفي اكاديميه حتى للمعلمين الان. وفي الخليج، انا كنت في الخليج وشفت طبعا اهتمام كبير جدا بتنميه قدرات المعلم. هي في الحقيقه ازدواجيه والعمليه القوائمين العمليه التعليميه، في عندك قطاع خاص، في قطاع مدني، وفي قطاع دولي. المنافسه بين القطاعات الثلاثه لم تكن لصالح المواطن العادي، بسبب انه الرواتب الضعيفه للمعلمين ادت الى الاهمال في العمليه التعليميه، فبدا يتجه الى التعليم الخاص. التعليم الخاص ليس هناك رقابه حقيقيه، وبسبب الفساد السياسي ادى الى رفع تكلفته بشكل باهظ، ادى كمان الى عزوف الطلاب، وبدا انه كمان يستقطب الطلاب عن طريق انجاح واللعب في الدرجات بشكل اكبر. بدا يلعب في الدرجات، انه كل الطلبه اللي بيدخلوا في التعليم الاساسي بينجحوا سواء جاوب او غير جاوب، حتى مساله الغش. فكمان التعليم الخاص ده عمليه تجاريه. هي فكره انه الانظمه العربيه لا تستطيع ان تدرك ان التعليم هو مشروع قومي. زي سنغافوره مثلا، سنغافوره 40% من سكان سنغافوره طلاب علم، وبالتالي ان هناك تقوم على فكره السياحه التعليميه. تركيا 150,000 طالب علم سنويا من خارج تركيا. احنا عندنا في مصر حوالي 6000 طالب خارجي. الطالب الواحد بيدر داخل على الدولة 3000 جنيه استرليني. يعني عايز اقول لو الدول اهتمت بالتعليم كمشروع قومي، وبقت تهتم بما يسمى السياحة التعليمية التي خدتها سنغافورة وخدتها تركيا وخدتها الهند وماليزيا، للاسف كنا استطعنا ان نحقق طفرات. لكن احنا مؤسساتنا التعليمية طاردة حتى لأبنائها، مش كمان الوافدين إليها. رافضة. طيب دكتور هالة، يعني قضية المعلم كيف يمكن تطوير أو متابعة تطوير المعلم؟ يعني مثلا في الدول الغربية هناك رخصة بالسنوات محددة، عندما تنتهي هذه الرخصة يتوقف المعلم عن التدريس لحين اختباره على المناهج الجديدة، وهذا معناه أن هناك مناهج تتطور كل فترة قصيرة. فهنا ما الذي يحدث وكيف يمكن متابعة ذلك؟ هو لازم دايما المعلم يبقى فيه من جانب الإدارة التعليمية، لازم يبقى فيه دورات متخصصة لكل معلم، يحاول دايما يطور نفسه ويواكب العصر. يعني نتحدث على المستوى الحكومي مثلا قبل المدارس الخاصة، لأن يمكن في المدارس الخاصة يكون في شيء مختلف. لا المناهج لا كمدارس موجودة. لا، أنا أتحدث عن تطوير المعلم. يعني ربما في المدارس الأجنبية يتم دورات تدريبية للمعلم واختباره على المناهج الأمريكية والمناهج البريطانية وغير ذلك. لكن المعلم في المدارس الحكومية التابعة للبلد، هو المفروض يبقى في إدارة المدرسة أو الإدارة التعليمية لازم تختار معلمين كفء متخصصين في المجال اللي هم فيه أو في التخصص، ودايما يحاولوا يطوروا نفسهم. دايما يحاول يبقى في رقابة على المعلمين، ان هم دايما يكونوا عندهم
خبره وعندهم معلومات وعندهم اساليب تعليميه كويسه، يقدروا وسائل تعليميه يقدروا يواكبوا بيها العصر ويقدروا يوصلوا للتلاميذ ونحقق الهدف من التعليم. لا، وفي ادارات دلوقتي موجوده بيتكلموا عن الجوده في التربيه بالعكس انا شايف انه المعلمين في المؤسسات الحكوميه بيتلقوا تدريبات اعلى، لانه في ادارات قائمه داخل. هذا ما اتحدث عنه. لا ده بالعكس انا شايف انه القدرات والتدريبات والتكلفه والمشروعات. انا كنت بتكلم عن برنامج كويب 1 وكويب 2 كان بيتكلم عن تطوير التعليم، ده صارت مليارات على التعليم في مصر ولم ينهض. عندنا لماذا؟ ده كان من المعونة الأمريكية كان موجود، وللأسف بيتم الإنفاق بشكل كبير جدا على تطوير التعليم في المؤسسات الحكومية وتطوير المعلم، لكن العائد ضعيف لأن هناك الأساسية مش في المعلم. دلوقتي السياسة التعليمية ككل، أنت الآن تتحدثين عن منظومة تعليمية. المنظومة زي ما قالت الدكتورة هو المعلم فرد فيها، والمعلم ده تم تأهيله في كليات متخصصة، وبالتالي وفقا للتقدير بتاعه آخر السنة تم تعيينه حسب احتياج المؤسسة ليه. هي الفكرة بعد ما يتعين عملية المتابعة يعني هل يقف عند السنة التي تخرج منها من الجامعة أو عند المناهج التي يدرسها للطلبة؟ بس برضو أعتقد ليس دي القضية السياسة العامة للتعليم. لازم البلد العربي أي دولة في العالم لابد أن تحدد الهدف من التعليم والطريق الذي يجب أن يسلكه الطالب علشان يعرف يوصلني لحد فين، وكل مرحلة بقيم أنا وصلت المرحلة دي ولا لأ. لكن للأسف ما عندناش نظام أو أنساق فعالة للمتابعة والتقييم، مش بس في التعليم، في كل قطاعات الدول ما عندناش نظام او نسق للمتابعه والتقييم. طبعا في يعني بعض النماذج في الدول العربيه وصلت الى ذلك يعني لا نعمم لانهم بداوا عدم التدريس باللغه العربيه. انت حضرتك طرحتي النموذج الاماراتي دلوقتي بيطبق النموذج الامريكي، عمان بتطبق النموذج البريطاني، فحضرتك دلوقتي انه بدا يرتبط بالتعليم الاجنبي. ولكن العلاقه بين خريجي التعليم وبين الثقافه هذه العلاقة لها واقع سيء، هل هذا الواقع موجود في جميع الدول العربية ولا لا؟ التعليم بطبيعة الحال هو أحد مدخلات الثقافة وليس كلها، والتعليم وحده لا يكفي لتشكيل ثقافة يعني الطالب الخريج من أي تعليم حتى يعني من المدارس إلى الجامعة عندما يخرج لا يجد إجابات لكثير من الأسئلة التي يطرحها العصر الآن التي يدرسها الواقع، لأنه ده أكيد طبعا من خلال لأنه في السنوات الأخيرة تم القضاء على مسمى فكرة البرلمان المدرسي ثم اتحاد الطلاب الجامعية. دي كان الطالب بيمارس الأنشطة السياسية والثقافية فيها. لما بدأت الاتحاد بالتعيين مش بالانتخاب بدأوا يقضوا على فكرة الديمقراطية داخل المدارس وداخل الجامعات، فبدأ الطالب للأسف لا يستطيع أن يجد إجابات معينة ولا يستطيع أن يمارس، وبالتالي بقى يعني لقمة سائغة أنه يتقبل أي مفاهيم خارجية ربما تجعله ضد البلد بتاعته، مش كمان يعمل لصالح فكرة الانتماء والوطنية. المفاهيم الأساسية التي كانت تدرس للطلاب طبعا بدأت تتعدم. طيب أريد أن أخصص الوقت الباقي للحلول. أبدأ مع دكتور هالة، يعني دعينا نكون عمليين. من أين نبدأ؟ يعني ما هي الاستراتيجية المثلى التي يمكن أن نستخدمها للارتقاء بمستوى التعليم؟ خطوات. هو في المسؤولين أو الدولة ليها دور كبير جدا، إن هي لازم تحط استراتيجية أو خطة طويلة الأمد لا تتغير بتغير الافراد. يعني لو وزير معين مثلا خلاص مشي، اللي بعده ما يجي يكمل على اللي هو عمله، مش مجرد بتغير الافراد الاستراتيجيه او الخطه اللي هو ماشي عليها تقف. كمان حاجه مهمه جدا لازم نحاول ان احنا الحكومه لازم تجيب معلمين مؤهلين متخصصين وتزودهم وتثقلهم بدورات تدريبيه. كمان مهم جدا دور الاسره ليها دور كبير برضو، ان هي لازم تعلم ولادها اهميه التعليم وان هو هيفيد نفسه في البدايه وبعد كده هيفيد مجتمعه. طيب دكتور صلاح، تحدثنا عن اراده سياسيه، طب يعني الكره الان في ملعب الحكومات، يعني اي مجهودات اخرى لن يعني تجدي، لن يكون هناك امل نغلق الملف ان لم يكن هناك اراده سياسيه؟ معظم الدول العربيه بتعتمد على فكره الوزارات لتطوير التعليم، ان كل بتتعامل مع القطاعات بتاعتها لانها جزر يعني منعزله. يعني الوزارات محتاجه اراده سياسيه. لا ما انا عارف، وبالتالي بتعين الوزير، وفكره انه شخص معين يكون منوط به تطوير منظومه تعليميه دي مساله صعبه جدا للغايه. انا شايف ضروره انشاء مفوضيه وطنيه للتعليم بيشترك فيها كل القطاعات، مش بس شخص واحد بس هو المسؤول، انه يكونوا يعكفوا بشكل كبير جدا لوضع سياسات عامه تكون مجرى قابله للقياس والتقييم في مراحل زمنيه معينه لها مواصفات للطالب. اذا انا حددت مواصفات الخريج هقدر احدد مواصفات الطالب، هقدر احدد مواصفات المعلم اللي انا هوصل له، وبالتالي استطيع ان اربط وزاره التربيه والتعليم ب
وزارات التشغيل. وأنا هنا أعترض على فكرة وزارات القوى العاملة، أنا أريد وزارات للتشغيل. وبالتالي وزارات التشغيل إنه مش بس إنه يعمل، ده هو لازم يشتغل يعني ينتج. وبالتالي في مؤشرات معينة، مواصفات الخريج المعاصر الوطني، احنا عايزين كمان مش بس معاصر وطني دولي، إنه يقدر يشتغل كمان في بلاد تانية، مش بس يشتغل في بلده، علشان احنا بنعتمد في التخطيط على الفرص المتاحة والتي يمكن اتاحتها في دول تانية. دلوقتي للأسف ان معظم الخريجين العرب ما بيقدروش يشتغلوا في الدول العربية، وبدأ يستعينوا للأسف معلمين من دول أجنبية. أنا شايف انه هذه المفوضية مطلوبة جدا في كل دولة. حل عملي. دكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط جامعة الفيوم، شكرا جزيلا لك. دكتورة هالة إبراهيم، أستاذ التربية الحديثة جامعة عين شمس، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، إذن البنية التحتية للنهوض بالتعليم هي إرادة سياسية، معلم متدرب مؤثر يحمل المنظومة التعليمية على كتفيه، رؤية استراتيجية وفلسفة واضحة، حتى لا يصبح التعليم كما نقول نحن في مصر مجرد مؤسسة ماشية بالبركة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.